السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ النهارده بقى هنعمل مع بعض أحلى حاجة في الدنيا دي كلها، هنعمل مع بعض الكشري بطريقة سهلة وبسيطة جدا وبمكوناته الجميلة الحلوة أوي. أول حاجة طبعا البصل ده ملك الكشري. هنجيب خل طبعا نحطه على البصل، ومعلقتين دقيق، ومعلقة نشا، ومعلقة ملح. هقلبهم كويس في بعض كده، وهسيبهم شوية يعني حوالي 10 دقايق كده. يعني الدقيق يشرب من البصل، يشرب الدقيق اللي انا حطيته والنشا. هكون طبعا بجهز بقى العدس والحمص. طبعا العدس منقوع ربع ساعة والحمص ساعة. هحطهم على البوتاجاز بقى يستووا. وبعد كده هكون بجهز بقى ايه الطماطم بتاعت الصلصة برضو زي ما انتوا شايفين كده. والبصل بقى خلاص تبلته، هحمره بقى معاكم زي ما انتوا شايفين. طبعا الزيت ده بقى ملك الطبخة دي. الزيت اللي انا هحمر فيه البصل ده هعمل بيه كل حاجة النهاردة. هعمل بيه الرز بالشعرية، وهعمل بيه المكرونة، وهعمل بيه الصلصة، وهعمل بيه الدقة، وهعمل بيه كل حاجة. كل حاجة هيتعمل بالزيت ده النهاردة. فهو طبعا الطعم كله هيبقى في الزيت ده. هنا بقى دلوقتي انا خرطت بصلاية معاكم، قطعت بصلة ونزلت بقى على البوتاجاز بنفس الزيت برضو اللي انا بقول لكم عليه. هنزل بقى البصلة تاخد لون بني. طبعا لازم تاخد اللون البني ده عشان تعمل طعم حلو كده. وهنزل على بعصير الطماطم. هاسيبها بقى تتسبك كده مع نفسها. طبعا هكون حاطة بقى البهارات بتاعتها اللي هو الكمون، كزبرة الناشفة أساسي، ومعلقة ملح، وربع معلقة فلفل أسود. يعني أهم حاجة في الصلصة، البهارات بتاعتها. أهم حاجة الكزبرة الناشفة، أهم حاجة الكزبرة الناشفة. بتفرق جدا في طعم الصلصة، وبتخليها زي صلصة المحلات بالظبط بالظبط بالظبط، كأنك كده داخلة محل، أحسن محل كشري. بس بقى كده هاسيبها بقى تتسبك مع نفسها. وبعد كده بقى هعمل لها تركات. في بقى تركية تانية هقول لكم عليها. ايه بقى؟ ان انا هعمل ايه بقى، هجيب توم وهحمره في نفس الزيت برضو اللي انا حمرت فيه البصل، وهنزل عليه بقى على الصلصة دي. ده بقى بيخلي طعمها مش قادرة اقول لكم عامل ازاي، بيخلي طعمها وريحتها تحفة تحفة تحفة. هبدأ بقى احط التوم كده زي ما انتوا شايفين، واخليه يغلي غلوة معاه. بس كده وخلاص، هي كانت الصلصة دي معاكم. مش قادرة اقول لكم طعمها عامل ازاي، والله العظيم بتبقى تحفة. ولا كأنك بقى لو شميتي ريحة البيت بيبقى عامل ازاي، كأنك في احسن محل كشري. هعمل بقى معاكم الدقة. الدقة دي هيبقى توم، وهنزل عليه خل طبعا، نص كوباية خل، وربع كوباية مية، ورشة كمون، ورشة ملح. واسيبهم يغلوا غلوة وخلاص كده. هعمل برضو كمان الشطة دي بقى سهلة جدا، معلقة زيت ومعلقتين شطة. هقلبهم كويس قوي كده. وبعد كده بقى هنزل عليهم بنص كوباية مية، واخليهم برضو يغلوا غلوة. وهنزل عليهم كمان بمعلقة صلصة من اللي انا عملتها. بس خلاص، هي دي كانت الشطة معاكم بتاعتي اللي انا بعملها. جربيها والله تحفة تحفة. بس كنت بقى بسلق المكرونة، الرز بالشعرية كان استوى معايا. وهنا بقى بسلق المكرونة معاكم اهوت. خلاص، وهي دي كانت مكونات الكشري، سهلة وبسيطة جدا جدا. متنسوش بقى تجربوها. لو عجبكم الكشري اعملوا لايك، اشتركوا في القناة عشان يوصل لكم كل جديد ان شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.